بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. إخوتنا وأحبتنا في الله، من باب الكلام الطيب والكلمة الطيبة صدقة. نتكلم مع بعض سويا حتى نتناصح فيما بيننا، وإن احنا نكون عون لبعضنا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى وجميع الطرق التي حددها القرآن وحددها النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخواتنا واحبتنا في الله، الشكاوي ما زالت، والشكاوي ما زالت تعلو. يعني ما زالت تزداد. الشكايه بدات تزداد. الناس بدات تشتكي اكتر واكتر، وكل يوم اكتر من التاني، وكل يوم اكتر من التاني، ومفيش تقدم. مفيش تقدم. هو في ايه؟ ده يحتم علينا شيء واحد بس، ان احنا لازم نعمل حاجه واحده بس، وهي الرجوع الى الله. يا عم، هو احنا مش راجعين لله؟ واحنا مش عارفين ان ربنا فوق في السماء ومش عارفين؟ ايوه. كل دي امور مسلمه بيها، واحنا مسلمين وموحدين بلا اله الا الله محمد رسول الله. لكن هل احنا موفقين في العمل لرضا ربنا سبحانه وتعالى؟ هل احنا بنرجع كل الامور لربنا سبحانه وتعالى؟ هل انا عندي هموم ومشاكل حطيتها بباب ربنا سبحانه وتعالى وقلت له يا رب هذا همي؟ ولا باروح اشتكي للناس واقول والله الاسعار مش عارف ايه، والله الاسعار مش عارف ايه؟ الاسعار، بص، قله التقوى هي سبب في اللي احنا فيه. تاجر لا يتقي الله سبب في اللي احنا فيه. شخص عادي لا يتقي الله ولا يعبد الله آه حق العباده، ولا يشكر نعمه حق الشكر، سبب ما نحن فيه. انتشار الزنا سبب ما نحن فيه. انتشار الربا سبب ما نحن فيه. انتشار وانتشار وانتشار وانتشار. عد المعاصي يعني ايه؟ الا من رحب ربي وعصم. يعني عد المعاصي، هتلاقي فيه معاصي كتيره جدا، هتلاقي فيه شباب كتيره ضايع، هتلاقي يعني على الاقل المساجد ما عادش فيها مصليين. ما عادش فيها مصليين بجد، يعني بجد بجد. حتى في يوم الجمعه تلاقي سطرين قدامه، والباقي المسجد ورا. فين الناس؟ فين الناس؟ في اي جامع، مش في اي مسجد، مش في اي حته. ان خلاص، يعني الشيطان وعبدته نجحوا في خلاص انهم يخرجوا الناس من النور الى الظلمات. لكن احنا لن نسلم، ولن نكون بخير، ولن نكون على ما يرام الا بشيء واحد، اللي هو الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. النهارده يعني التاجر نفسه بدأ يحتكر. مش بدأ، ده هو احتكر فعلا الموضوع. وبدأ يعني يعمل ازاي؟ يعني اسعار تتغير في اليوم 3 4 مرات. ليه؟ دي معناها ان في عدم تقوى من الناس. يا اخي يا اخي يا اخي، صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم على ايديهم الكثير من الناس في بلاد الروم، وفي بلاد وبذلك بسبب التجاره. بس هو ما عملش حاجه. كل القصه انه رجل صدوق بس. الله، ده بيعمل كده ليه؟ يعني ازاي كان عنده العسل بخمس دراهم، والعسل الجديد بسبع دراهم، وهو بيبيع بالقديم ليه؟ لانه هو شاري بالقديم. يقول لك طب ما انا هشتريها بالغلا والكوى. يا حبيبي، طب ما انت كسبت في ديكها على قد سعرها، والجديد انت هتكسب على قد سعرها. ليه كده؟ يعني اللي يملك اي شيء من قوت المسلمين وضيق عليهم، ربنا سبحانه وتعالى يقسم ظهره يا جماعه. يعني احنا ما عادش عندنا مشاكل خالص. ما عادش عندنا كل شيء الا اكل وشرب ودي غليت ودي عملت ودي خلاص انصرفنا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. طب ما تيجي نعمل حاجه كويسه. افضل الذكر عند ربنا ايه؟ هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. انك انت دايما يكون عندك ورد من القران. وقلنا الكلام ده مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا للأصحاب. اقرأوا القرآن حتى تصيبكم بركات كلام الله في البيت، حتى تدخل الملائكة وتخرج الشياطين من البيوت ومن القلوب أيضا، ومن الآذان ومن الأسماع ومن الأنظار. يعني كلنا لو استقمنا على شيء معين، ورحنا عملنا نفسنا ما هجرناش القرآن. القرآن يا جماعة، اي نعم. هتقول لي هجر القرآن مقسم الى اقسام، بس بدايته ايه؟ بدايته التلاوة. بدايته انك انت لازم تتلو القرآن.
وقرآنا فرقناه على الناس لتقرأه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. يا عم المطلوب ان انت ترتل كلام ربنا سبحانه وتعالى وتقرأه في كل مكان وفي كل وقت وفي كل يا اخي اشغل بالك وعقلك بالقرآن وتمسك بالقرآن حتى ان ربنا يديم ستره عليك. الله سبحانه وتعالى والله يعني اصل القرآن مش محتاج ان احنا نجرب يا جماعة، مش محتاج ان احنا نجرب، ما فيش حاجة اسمها تجربة. خش على القرآن بقوة، وخش على القرآن بخشوع. ابدأ اقرأ، هيجي فيك نوره وهيجي فيك ايمانه وهيجي فيك بركاته، وهيخش على بيتك وعلى اهلك كل الخيرات. احنا ليه بعدنا كده؟ ليه بعدنا كده؟ وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. ايه ده؟ من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كده معنى الايه دي معناها انك انت لازم انك انت يكون لك حال مع القران. اي مسلم سواء بيعرف يقرا او ما بيقراش، بيعمل او ما بيعملش، لازم ان يكون لازم تقرا القران يا اخي. القرآن نوره هيجي فيك، هتبص تلاقي نفسك مؤدب، هتلاقي نفسك راجل محترم، هتلاقي نفسك راجل مهاب، هتلاقي نفسك راجل عندك بركة، هتلاقي نفسك عندك حياة كده، هتلاقي نفسك ربنا راضي عليك يا أخي. واحنا ليه حصرنا الموضوع في أكل وشرب وبس؟ ربنا هو اللي بيطعم، وربنا هو اللي بيرزق. سبحان الله. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ليه إحنا يعني ليه إحنا متبعين ومصرين إن ربنا سبحانه وتعالى يعذبنا في الدنيا وفي الآخرة؟ هو انت فكرك ان مفيش عذاب في الدنيا؟ ما هو ده اللي احنا فيه، ده عذاب في الدنيا. ليه؟ عشان احنا عملنا هجر لكل الطرق المؤديه الى رضا ربنا سبحانه وتعالى. لا تسبيح. انا عايزك تحاسب نفسك. تعالى اخر اليوم حاسب نفسك. ما تحاسبش نفسك على اكلت ايه وشربت ايه وجبت ايه وعملت ايه. حاسب نفسك على علاقتك بربنا الاول. هل انا اديت الخمس اوجات صلاه؟ انا صليت الخمس اوجات ولا لا؟ هل انا اديتهم حق الاداء ولا لا؟ هل انا قرات اليسير من القران ولا لا؟ هل استفدت مما اقرا ولا لا؟ هل تعالى طول النهار كل قصته رايح الشغل جاي من الشغل، رايح الشغل جاي من الشغل، صحي من النوم نام عشان يصحى، صحي من النوم عشان يروح الشغل، ومن الشغل جه عشان ينام، ومن نام ايه؟ هل كل ده ربنا خلق الانسان لهذا المقصود؟ عليك اعمار الكون واشتغل، ما حدش قال لك حاجه، لكن خلي ده كله بنيه اعمار الكون يا جماعه. خلي ليك حال مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، خلي ليك حال مع الله سبحانه وتعالى من تسبيح وذكر. الطرق المؤديه كتيره جدا اعظمها كلام الله سبحانه وتعالى. عليك عندك ادي طريق الاستغفار، وعندك وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. خلاص، ادي عندك طريق الاستغفار. عندك طريق الصدقات. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل. يعني البركة هترجع عليك في كل سنبلة 100. انت انفقت جنيه، ربنا خلاه 7، في كل 7 100 حبة. يديك المثل. وبعدين لا تمنن تستكثر. يعني ما تقولش انا عملت وسويت. اجعل كل امورك لربنا سبحانه وتعالى. احنا ليه وصلنا لكده يا جماعه؟ احنا ليه وصلنا لكده يا تجار؟ انا بقول لكم اهو يا تجار، عذاب الله شديد. يا محتكرين، عذاب الله شديد. يا مرابين، عذاب الله شديد. يا زناه، عذاب الله شديد. لا بد لنا أن نستقيم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يعني حاجة بالراحة كده، ورزق مش كد، مش بالتعب.
النهارده كل انت كل واحد فينا لو التزم، ولو انت شايف اكبر ناس مش ملتزمه هيلتزم غصب عنه، مش بارادته ولا بقوته، ولكن باراده ربنا سبحانه وتعالى وقوته على انه يهدي الناس. يا جماعه، لابد لنا ان احنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى، لازم. وانا بقول لك اهو يا تاجر، انت عليك حمل كبير جدا جدا، مش حمل جمع المال خالص، انت عليك حمل قوت المسلمين اللي انت بتحرمهم منه، اللي ربنا سبحانه وتعالى عطاهولك، وانت عمال تتاجر في اقوات الناس، وتتاجر في فقر الناس، وتتاجر وتساهم في اذلال الناس، وذلك باحتكار السلع وتحديدها بمزاجك. ما هو اصلا البيت لو ليه البيت كبيره لو ما عرفش يسيطر، هتبقى القصه مشكله. احنا مش شرط ان احنا نستنى الحكومه انها تسيطر على الاسعار وتسيطر على كذا، احنا لابد ان احنا نتعامل مع ربنا بصدق وبامانه. انا جبت البضاعه بخمس قروش او ب5 جنيه، عشان ما حدش يعرف القروش، ب5 جنيه، ومحدد لها مكسبها جنيه، ليه احط عليها 20 جنيه؟ ده انت بتحط كل مواصله، يعني انت مثلا انت رحت جبت المواصله اتكلفت ب 20 جنيه، جايب 20 صنف، كل صنف بتحمله ال 20 جنيه بتاعت المواصلات. ليه؟ انت مش جايب كل الاصناف دي ب 20 جنيه مواصلات؟ يبقى كل الاصناف دي 20. عملت غير كده يبقى انت راجل. استنى عذاب ربنا، مش هيسيبك، لا، ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك، لا، ولا هيسيب زناه الا اذا تابوا، ولا هيسيب مرابين الا اذا تابوا. مش هيسيبنا ومش هيرضى عننا ومش هيبارك لنا الا اذا تبنا اليه ورجعنا اليه. الواحد قلبه وجعه والله، وانا اول الناس اللي يعني، بس الواحد مش حابب يشتكي. ما تشتكيش همك لحد، اشتكي لربك سبحانه وتعالى. استقيموا يرحمكم الله. اجعلوا في بيوتكم القرآن يتلى والأحاديث تتلى. يعني تعالى اعمل مع أولادك حديث، قول آية، قول لهم حرام ده حرام ده حلال، إنما ما تسيبش الموضوع كده، ما تسيبش نفسك، لأنك أنت سايب نفسك، فبالتالي سايب الدنيا. يا شباب اتقوا الله، يا نساء اتقوا الله، يا بنات اتقوا الله، يا شيوخ اتقوا الله، ووعظوا الناس وقولوا للناس وبلغوا الناس عن رب العالمين. قولوا للناس إن ما يفعلون هذا حرام وهذا حلال، ولا تخشون أحد يا أخي. قولوا للناس ده حرام وقولوا للناس ده حلال. دلوقتي ده حتى صلاة الجمعة اللي المفروض إن أنت بتاخد فيها شحنة، الواحد فيهم بيبقى قاعد. أول حاجة الإمام نفسه ما بيختارش موضوع. تاني حاجة الراجل خلاص خد على ان الموضوع ده تيك اواي، يعني مجرد اداة، مجرد هو رايح يصلي الجمعة، بس مجرد شكل. ربنا قال كده، انا رايح اهو، بس رايح عن اقتناع؟ لا، ده انت رايح عشان تراكب في الناس وتقول للناس ايه؟ يا عم ده طول، يا عم ده راح، يا عم ده جه. يا عم ما اسمع، يمكن كلمة تيجي فيك في ودنك، ترشك في قلبك، تهديك لربنا سبحانه وتعالى. وانتوا يا خطباء ويا ائمة، ادي الحجن السليمه، ادي الحجن المضمونه. كن مخلصا يسمع لك. خاف على الناس زي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيخاف على الناس انها تروح النار. اصلا بغيه النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث عشان خايف على الناس ما تروحش النار. انتوا فاكرين الموضوع سايب كده، والموضوع كده هيعدي هباء؟ فيديو طويل. ايه يعني؟ اسمع، ما انت بتسمع الجرف، اسمع. يا أحباب رسول الله، يا أحباب ربنا سبحانه وتعالى، فلنرجع جميعا إلى الله ولنتقي الله. يا للمرة الأخيرة أقولها لكل من يملك المتاجرة في قوت الناس: اتق الله. أقولها مخلصا لله من باب خوفي عليك. والله ستسأل عن الخردلة، والله لتسأل
عن الاحتكار، والله لتسأل ولا يعذب كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من تاجر في أقوات الناس ولا يراعي الله فيهم. والله 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 الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، لكنه هو يمهل ولا يهمل. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. السلام عليكم.